في لقاء صحفي في التسعينات اتسأل وحيد حامد بعد عرض فيلم اللعب على الكبار ليه عادل امام طول الوقت كان دايما يقول ان هو بيحلم ومرضيش يفصح عن المصدر الاول للمعلومات اللي كان بيحصل عنها لضابط المباحث. تخيلوا بقى رد وحيد حامد قال ايه. قال بالرغم ان ممكن اي حد في الدولة يسمع اي مكالمة من الموظفين السنترال، بس حسب قانون العام للدولة استحالة يفشى اي اسرار عامل عنده في السنترال، ولو ثبت عنه كده يعرضه للانفصال من وظيفته فورا. والراجل كمل وقال حتى ده ما يغفرلوش حتى لو كان بيتصنت من اجل مصلحة البلد، لانه ده على فكرة اللي خلاه مبرر انه يتطلع او يتصنت على اي مكالمة، وده اللي خلى محمود الجندي طول الوقت يخاف على مصدر رزقه وخلاه طول الوقت يخفي السبب ان هو كان مصدر الاول للمعلومات. وكمان وحيد حامد عرفنا ليه محمود الجندي كان طول الوقت خايف ان حد يعرف سره. تخيلوا بقى، ما كانش خايف على رزقه، ده كان خايف طول الوقت من المصدر التهديد اللي هم كان العصابات اللي كان بيكشف اسرارهم. وعلى فكره كانت وحيد حامد على فكره كان ظهر في مشهد كامل مشاهد اتعاد 10 مرات في الفيلم ده على اللعب مع الكبار، ويعتبر الفيلم الوحيد اللي كان ظهر فيه وحيد حامد في الايه بوشه على فكره. وكان في حوار واقعي جدا في الفيلم ده ما بين حسن البهنساوي وكمان ما بين علي، لما قال له لازم كل حاجه في بلدنا تبقى حجر عشان ما تتسرقش. قال له حتى الحب والروح الحلوه اتسرقت يا علي. والكلام ده كان حصل سنة 1991، وبس بالرغم من كده إلا إنه بعض المظاهر اللي كشفت في الفيلم ده حتى الآن بالرغم من مرور 32 سنة على الفيلم ده إلا نقدر نقول إن وحيد حامد كانت عقلية كانت سابقة سنه وكانت سابقة عصره، إنه كان شايف كل حاجة شايفها بتظهر في العصر ده. نقدر نقول شابوه وحيد حامد.